معظم الناس هتضيع سنة كمان من عمرها وهي ما بتعملش حاجة. بس في ناس قليلة نادرة هتختار العادات الصح وهتغير ثقتها في نفسها وطريقة تفكيرها ودخلها تغيير كامل. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده فانت غالباً واحد من الناس دي. علشان كده دي 7 عادات قوية ممكن ترفع حياتك لمستوى تاني في 2026. العادة رقم 1: تمارين القوة أو وزن الجسم. جسمك هو الآلة اللي شايلاك طول حياتك. قويه: ضغط، سكوات، بلانك. الجسم القوي بيبني عقل منضبط. العادة رقم 2: الدفاع عن النفس أو رياضة قتالية. مش علشان تتخانق، علشان تحس إنك جاهز. اتعلم الأساسيات: ضربات، وقفة، حركة رجلين. حتى 10 دقايق في اليوم تفرق في ثقتك بنفسك. لما تبقى عارف إنك تقدر تحمي نفسك بتتحرك في الدنيا بشكل مختلف. العادة رقم 3: اقرأ 10 صفحات كل يوم. مش أي كتب، كتب تغير حياتك بجد. 10 صفحات قبل النوم. العادة دي لوحدها ممكن تطور طريقة تفكيرك أكتر من أي حاجة تانية. الكتاب الصح ممكن يغير اتجاه حياتك بالكامل. العادة رقم 4: المشي بوعي. اطلع اتمشى من غير موبايل. فكر، راقب، خد نفس. العادة دي بتديك وضوح وتقلل التفكير الزيادة وترجعك لنفسك. معظم الناس عمرهم ما بيعملوا كده، وعلشان كده بيفضلوا تايهين. العادة رقم 5: الكتابة. اكتب أهدافك، اكتب مخاوفك، اكتب أفكارك. الكتابة بترتب العقل المشتت وتخليه مركز. دي أبسط عادة بس بتعمل وعي ذاتي ضخم. العادة رقم 6: تعلم أساسيات الفلوس. ادي 10 دقايق بس في اليوم علشان تفهم الفلوس. يعني إيه استثمار؟ يعني إيه فايدة مركبة؟ ليه الصرف العاطفي بيهد مستقبلك؟ الناس اللي فاهمة فلوس في 2026 هي اللي هتكسب. العادة رقم 7: مهارة دخل عالي واحدة. اختار مهارة واحدة والتزم بيها. مونتاج، كتابة إعلانية، تصميم، مبيعات، برمجة، أي حاجة بتحل مشكلة. اتدرب كل يوم. المهارات بتجيب دخل والدخل بيجيب حرية. العادات ال7 دول ممكن يغيروا شكل 2026 بالكامل لو التزمت بيهم بجد. لو حابب شرح أعمق لأي عادة فيهم اكتب في الكومنتات واعمل لك جزء تاني. اعمل لايك وشير واشترك في قناة المنطلق علشان محتوى يغير حياتك بجد.